سياده النائبه تعليق حضرتك على بيان الحكومه والكلام اللي قلته اللي حضرتك قلتيه في الجلسه. طبعا بيان الحكومه هو طبعا في لجنه التوصيات موصيه عليه، رئيس الجمهوريه موصي عليه، السيد معالي رئيس الجمهوريه طبعا اوسع، وعشان البلد تتحرك وتمشي احنا هنوافق. بس يا معالي رئيس الوزراء اداءك غير مرضي، غير مرضي تماما. مفيش حاجه، يعني مش عارف تعمل اي حاجه، وهنشتغل في توها تاني. وافقنا واخدنا سنه ونص وسنتين ومفيش جديد، ونغير الوزراء ونلف اللفه بتاعه الدائره المكفوله اللي احنا مش عارفين نقول للمواطن ايه. انا هارد في 5 دقائق المشاكل اللي عندي، واذا كان انا عندي خطا واحد في اللي بقوله يطلع واحد في رجالتك وزير من وزرائك يقول انا بتكلم غلط. انا عندي الميه مع الصرف الصحي مع بعض في ماسوره واحده، وهو ورجالته وزير الري ووزير الصرف والوزراء ما شاء الله من غير ملهاش اخر، كله على مسمع ومرأة بالموضوع. عندي كبد وبائي ملوش اخر، عندي فشل كلوي ملوش اخر، انا بعمل 5 شفتات غسيل كلوي في اليوم وما مكفياش بسبب التهريج، وهم ولا هنا، هم مش معانا خالص. عندي مدارس بتوقع، بيوت بتوقع، صرف صحي طافح في البيوت، محدش ولا هنا. من 4 سنين جابوا لنا في القرى 30% صرف صحي، عملوا شويه طرنجات قعدت واتردمت وسندها للمقاول، وطبعا مش عارفه مين مجامله المقاول، والمناقصه مش عارفه مع مين رست، شويه نصابين بقى كله يلعب مع بعضه، وبعد كده ترسي على راس المواطن. النتيجه النهائيه ان البيت بيوقع بعد ما يكون ماخذ سلفه وعلى مرتبه وبايع مرائد وبايع ذهب مراته وعامل جمعيات عشان خاطر يقعد له في بيت اوضتين. ده بخلاف انه بيقعد له بيت اوضتين كمان بعد كده بيروح يركب المنافع، يروح لرئيس القريه، بعد رئيس القريه يقول له روح للاملاك، بعد الاملاك يقول له روح لرئيس مجلس المدينه، بعد رئيس مجلس المدينه يقول له ده قرار وزير، يا وزير التنميه المحليه عشان تبقى معانا في الفيلم، واذا كانت في حاجه انا بقولها غلط رد علي. بعد ده كله بقى يقول له ما فيش منافع. يعني هم بيعذبوا المواطن.